سليب سمارتر احد الكتب اللي فرقت معايا في جودة النوم بتاعي. طبعا ما كنتش فاهمة اهمية جودة النوم واهمية النوم وتأثير النوم الا لما درست تأثير النوم على المخ وعلى حياة الانسان وعلى قوة الارادة وعلى تركيزه وعلى قدرته على الابداع وعلى علاقاته وعلى صحته على المدى الطويل وعلى صحته على المدى القصير وعلى احساسه بالسعادة وعلى قدرته على التعامل مع الضغط. لما قريت وابتديت ابحث بقى في موضوع النوم ده لقيت ان النوم هي حاجة محورية، وبقيت اقول كده لو انا يعني هلخص الاهتمام بالصحة والخص سر الحياة الكويسة في جملة هتكون ابدأ باهتمامك بجودة نومك. سليب سمارتر احد الكتب اللي فرقت معايا جدا في ان انا افهم انا فين من جودة النوم ومحتاجة اتحسن في ايه. اول اكشن طبقتها من كتاب سليب سمارتر كان الكاتب بيقول ان احنا ننام في حاجة اسمها complete darkness، يعني كأن يكون ظلام تام. وشارك حاجة معلومة كده استغربتها جدا ما كنتش متخيلها، قال ان احنا الجلد بتاعنا نفسه كأنه هو عنده سنسرز كأنه بيقلق من الإضاءة. فمش كفاية ان الانسان مثلا لما يجي ينام كأنه يلبس غطاء العين كده ويغطي عينيه، او مثلا يبقى قافل ستاير بس في ضوء خفيف داخل فهو يكون لابس غطاء العين عشان الضوء ما يدخلش لعينه. المؤلف قال ان الابحاث اثبتت ان كل الجسم الانسان بيشعر بالضوء، ولما بيشعر بالضوء مخه بيفضل كأنه منتبه شوية، لان مخه فاهم ان دوت وقت الصبح. والمخ امتى هينام؟ لما يكون complete darkness، لما يكون في ظلام تام، فبالتالي المخ بيفصل وبينام تماما. لما قريت المعلومة دي بقيت بحرص جدا جدا ان الأوضة اللي انا بنام فيها تكون في complete darkness، مش بس عينيا، لا الأوضة كلها. تاني اكشن طبقتها من كتاب سليب سمارتر كانت اكشن، يعني مش كانت، هي لسه اكشن سخيفة شوية عليا. كان المؤلف بيقول ان مهم جدا ان الانسان كأنه ينام في اوضة كأنها تكون اسقع من المستوى اللي هو بيرتاح فيه، يعني كأني ادخل انام واحس كده بالسقع شوية. وبعدين لما الانسان بينام حرارة جسمه بتتغير، وبالتالي الاوضة الساقعة بتكون احسن ان هو يدخل في عمق اكتر وما يبقاش حران وما يبقاش يلاقي نفسه بيتقلب بالليل وبيعرق وبعد شوية جودة نومه مش تمام لانه بيصحى من كتر الحر او بيصحى لانه محتاج يشرب مية وهكذا. طبعا الاكشن دي كان بالنسبة لي سخيفة قوي، بس مع الوقت لما طبقتها بقيت متعودة ان انا انام في جو اسقع، وتخيلوا كده متعودة يعني تحولت الى عادة وبقيت فعلا بنام احسن. تالت اكشن طبقتها من كتاب سليب سمارتر واستغربتها برضو جدا جدا من الكتاب ده، كان بيتكلم على لما نيجي ننام ازاي مهم ان احنا ما نلبسش حاجه تحبس الدم. لاحظت ان انا وقتها لما جيت اقرا الكتاب كنت في الشتاء، وقتها فعلا كنت بلبس شراب وانا داخله انام، والشراب دوت الاستك بتاعه جامد. كنت بعرف منين ان الاستك جامد؟ اني لما بصحى بلاقي الاستك بتاع الشراب عامل علامات على رجلي فعلا وكأن الدم كان محبوس. المؤلف شرح ان ازاي الجسم كأنه بيفضل في حاله انتباه او تحفز او كأنه استعداد كده للمقاومة لما بيكون محطوط له حاجة كأنها زنقاه او حبساه او مضايقاه او بتعوق الراحة بتاعته. فالجسم عشان يكون مرتاح وفعلا يسترخي تماما وينام نوم بجودة بيحتاج ان الدم كأنه يتحرك في الجسم بأريحية. الدم امتى بيتعب انه يتحرك في الجسم واحنا نايمين؟ لما بنكون لابسين حاجة ضيقة علينا، سواء كان كم او استك مثلا في بنطلون او كان شراب. فخلينا كده نراجع دي اكشن انا بطلتها وبقيت اركز ان انا يا اما انام من غير شراب يا اما البس شراب واسع الاستك بتاعه عشان فعلا الدم يتحرك كويس وانام احسن وجودة حياتي تبقى احسن.